عجبك على خطيبي يا ماما؟ شو خطيبك ياسمين خانم؟ قال شو ما بدي انا اكمل دراسة، تفرج على الحكي. لا تكملي دراسة يا بنتي. كيف ما كمل يا ماما، هذا مستقبلي. وليش ما بده تكملي دراسة طيب؟ شو ليش ما بده؟ قال خايف بيوم من الايام اقصر معه واحرمه من كثير شغلات، واقول له كل شغله دراستي ودراستي وعندي امتحانات. حقه يا بنتي، معناته الشاب بيحبك وحاب يقضي وقته معك. ما اختلفنا يا ماما، حقه ما حقه، بس هذا مستقبلي. بعدين الامرأة ثلاث ارباع المجتمع والربع للرجال. وانت مين قال لك انه الامرأة ثلاث ارباع المجتمع؟ هاي المعلومة اخذناها عنا بكتاب خصوصي ورا الطاولة كان حاطينه. قلتي لي كتاب ورا الطاولة، مو تضرب انت وهيك كتاب، ما في هيك شيء. انا بسمع كلمته يا ماما وانا تربايتك، انت بتعرفيني. بس هو دائما بقول لي انا ما بحسن بتنفس من دونك. صح يا ماما الشاب بيحسن يتنفس دون حبيبته؟ وانت شلون شايفتي لخطيبك؟ انا بعرفه ابو نسوان يا ماما، بتحسيه متزوج 10 وهو عزاب. شلون هيك؟ ابو نسوان معناته ابو نسوان، كل الرجال ابو نسوان. ليش في رجال ما له ابو نسوان؟ قال خايف بيوم من الايام يطلع له شي روحه وما